من مجرد ضابط صف استطاع علي عبد الله صالح أن يصبح في 36 من عمره رئيسا لليمن الشمالي، ثم عام 90 رئيسا لليمن بشطريه، ليمضي 33 عاما في الحكم على طريقة الرقص على رؤوس الثعابين، كما شبهه الطريقة التي يجب أن يدار بها البلد، قبل أن يتخلى عن السلطة في 2011 تحت وطأة ثورة شعبية. ولد علي عبد الله صالح في 21 من مارس آذار عام 42 في قرية بيت الأحمر بمنطقة سنحان بمحافظة صنعاء. عمل راعيا للأغنام وتلقى تعليمه الأولي في كتاب القرية، ثم تركها عام 58 ليلتحق بالجيش في سن 16. التحق بمدرسة صف ضباط القوات المسلحة عام 60 وبمدرسة المدرعات عام 64، وفي عام 75 أصبح القائد العسكري للواء تعز وقائد معسكر خالد بن الوليد. أصبح صالح من أكثر الشخصيات نفوذا في اليمن الشمالي، وارتبط بعلاقة قوية مع شيوخ القبائل. وفي 11 من أكتوبر تشرين الأول عام 79 قتل إبراهيم الحمدي وشقيقه في ظروف غامضة، ثم خلفه أحمد الغشمي في رئاسة الجمهورية لأقل من سنة واحدة، وقتل هو بدوره في مؤامرة اغتيال. بعد أقل من شهر من مقتل الغشمي أصبح علي عبد الله صالح رئيسا للجمهورية العربية اليمنية. وفي أكتوبر تشرين الأول عام 79 فشلت محاولة انقلاب عليه، فسلم أقاربه مناصب عسكرية مهمة، كما قرب أبناء منطقته وأدخلهم الجيش والوظائف المهمة بالدولة. في 22 من مايو أيار عام 90 أعلن الشطران اليمنيان قيام الوحدة اليمنية، وشهدت السنوات الثلاث الأولى للوحدة اختلافات واغتيالات سياسية، مما أدى إلى الحرب الشاملة التي انتهت بانتصار قوات ما سمي بالشرعية برئاسة صالح. وبعد تحقيق إعادة الوحدة في 7 من يوليو تموز عام 94 أصبح صالح الرئيس اليمني، وفي انتخابات مباشرة عام 99 انتخب صالح رئيسا. اعتمد علي عبد الله صالح على عدد من الوحدات العسكرية التي يقودها أقرباؤه. اتجه لبناء وحدة عسكرية أخرى موالية وهي قوات الحرس الجمهوري، وسلم قيادتها لنجله أحمد، وجرى توسيع وتطوير تلك القوات حتى أصبحت جيشا قائما بذاته لتشمل مناطق اليمن كافة. أحكم صالح قبضته على الدولة كاملة والجيش، وظلت القيادة الفعلية في أيدي رجال منطقته، وبدأ مشروع توريث الحكم لابنه أحمد يفرض أجندة أخرى. أعلن صالح الحرب 6 مرات على الحوثيين خلال الفترة بين 2004 و2010 باعتبارهم قوات خارجة عن النظام هدفهم العودة بالبلاد إلى الحكم الإمامي. ومع الربيع العربي شهد اليمن ثورة الشباب في فبراير شباط 2011. في 3 من يونيو حزيران 2011 تعرض صالح لمحاولة اغتيال غامضة أثناء وجوده في مسجد بالقصر الرئاسي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص من حراسه ومرافقيه، بينما أصيب هو بإصابة وحروق خطيرة. نقلته السعودية إلى مستشفياتها للعلاج قبل أن يعود أواخر سبتمبر أيلول من العام نفسه. وقع الرجل في 23 من نوفمبر تشرين الثاني على المبادرة الخليجية التي نصت على نقل السلطة لنائبه عبد رب منصور هادي على امتداد 3 شهور، وحصول صالح ومساعديه على الحصانة من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أثناء رئاسته. سمحت الحصانة لصالح بأداء دور في تأمين تحالفات قبلية وعسكرية مكنت الحوثيين من السيطرة على عمران، ومن ثم صنعاء في 21 من سبتمبر أيلول عام 2014. فرض مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014 عقوبات عليه وعلى 2 من كبار القادة العسكريين للحوثيين لاتهامهم بتهديد السلام والاستقرار في اليمن. ومع بدء عاصفة الحزم بقيادة السعودية في 26 من مارس آذار 2015 ناشد صالح دول التحالف إيقاف عاصفة الحزم، مؤكدا أنه لن يترشح هو وأقاربه للرئاسة إذا توقفت. تصاعدت حدة الخلافات والتهديدات بين صالح والحوثي بمناسبة الذكرى 35 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام في أغسطس آب الماضي، وذلك إثر اتهام الأخير للرئيس اليمني المخلوع بالاتفاق سرا مع التحالف العربي بقيادة السعودية للانقلاب على الحوثيين وإدخال أنصاره القبليين إلى العاصمة صنعاء. كما اندلعت اشتباكات جديدة بين أنصار صالح والحوثيين، وبدأت معركة استعادة مواقع بين الطرفين، ودعا صالح خلالها في كلمة متلفزة دول الجوار إلى فتح صفحة جديدة، حاضا التحالف على وقف الهجمات ورفع الحصار عن شمال اليمن. وفي 4 من ديسمبر كانون الأول أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين مقتل علي عبد الله صالح، مؤشرة على مرحلة جديدة مفتوحة على كل الاحتمالات في اليمن.